بيكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا جميعا يا رب. جايه لكم انا وبنك اسكندريه طول شهر رمضان نعمل لكم وصفات حلوه جدا، علشان لما بتشتري بطاقه ائتمان بنك اسكندريه ممكن تقسط من غير فوائد، وكمان يرجع لك كاش باك 15%، وده ممكن تستعمله في السوبر ماركت ومحلات الحلويات وكمان المطاعم، يعني توفير على الاخر. ومفاجاتنا النهارده هيكون معانا محمد حازم وهنعمل مع بعض وصفه اختراع. اهلا محمد حازم، نورنا النهارده. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه، مبسوطي مع حضرتك يا شيخ نجلاء. قولي النهارده كده على الفطار هتعملنا ايه النهارده؟ النهارده هعمل لسان عصفور بس على طريقه الريزوتو الايطالي شويه. عايز تعمل حاجه جديده بالظبط. والله، وده المطلوب صراحه. ايوه. وانا كمان هعمل لكم وصفه النهارده فراخ بالليمون المعصفر. هوبا. حاجه كده حرشه وفيها سنه حدوقيه كده لذيذه جدا. جامد. فيلا بينا. يلا بينا. اول حاجه في حله على نار متوسطه هنحط الزبده بتاعتنا، بعد ما الزبده تسيح هننزل عليها بلسان العصفور، بعد كده نحط مكعبين زبده تانيين ونحط عليهم المشروم ونقلب المشروم كويس، بعد كده هنحط مكعب مرقه وننزل عليه بميه مغليه، نقلب لسان العصفور في الميه المغليه كويس لحد ما يبدا يتشرب، ننزل عليه بالكريمه. وحازم بيحضر الطاجن بتاعه. هنعمل بقى الفرخه بتاعتنا، هنجيب البصل ونحط عليها الملح والفلفل وندعكهم شويه، هننزل عليه الليمون المعصفر والزبيب واروح حطهم كلهم على الفرخه وحاشيه الباقي بالفرخه والباقي تحتيها. بعد كده نحط شويه فلفل اسود ونقلب كويس قوي، وننزل على وشه بشويه جبنه موتزاريلا، شويه فلفل اسود، وبعد كده هعصر عليها الليمون واروح مدخلاهم الفرن وندخله الشوايه. بس كده. وبكده نكون عملنا اكله جديده تفتح النفس تاكلوا صوابعكم وراها، وكمان طلعنا موفرين ببطاقه ائتمان بنك اسكندريه عشان نقدر نقسط مشتريات رمضان من غير فوائد، وكمان ناخد 15% كاش باك. وزي ما قلت لكم معانا 4 فايزين كل اسبوع، ومبروك اللي كسبوا معانا الاسبوع ده بالاير فراير هديه. وما تنسوش ان اكتر 4 هيصرفوا بالكارت الاسبوع الجاي هيكسبوا معانا ميكروويف مع بنك اسكندريه، سفره هنيه على قد الميزانيه. كل سنه وانتم طيبين.